طب ايه الحلاوه والجمال ده؟ اقسم بالله عمرو السوليه تسلم ايدك ورجليك. عمرو السوليه ابو ليلى تسلم تسلم تسلم. هدف عالمي اكثر من رائع. عالمي، انا بعتبره عالمي، انا حر. هدف انقذ الاهلي النهارده من فخ الداخليه. وللمره الثانيه على التوالي اكرم توفيق بيرد على قفشه بانه رجل مباراه المره الثانيه على التوالي. مش بس علشان انت جبت جون وخلصت ماتش لصالح فريقك تبقى رجل مباراه، لا. مش بالفن والحرفنه بس، لا، انا ممكن ابقى رجل مباراه بان راجل في الملعب، راجل شايل فرقتي، شايل عن فرقتي الدفاع، وسايب امام عاشور ومجدي قفشه ان هما الاثنين يبقوا متفرغين بس للهجوم. انا راجل برنس شايل فرقتي. مباراه النهارده بتفكرني بحاجه حصلت كده من سنتين ثلاثه في الدوري الانجليزي قبل ما هالاند يجي مانشستر سيتي. كان في هجمه من الهجمات كده، مانشستر سيتي عماله بتهاجم بتهاجم بتهاجم، واجويرو يرقص ويدي لستيرلينج، ستيرلينج يرقص ويدي كعب الاجويرو، اجويرو يدي مش عارف مين كان. طب يا عم خلص، طب ثانيه، طب مش عارف، شوط يا عم، حد يشوط شوط، وفي الاخر الكوره طلعت بره. وهنا ايكون جوارديولا بعد ما شد في شعره اللي هو مش موجود، ان انا لازم يبقى عندي لاعب فينيشر مهما كنت بوصل لعيبتي للمرمى، لان في النهايه محتاج اللاعب اللي يخلص الهجمه دي، لان كل اللي انا بعمله ده ملوش اي لازمه مهما بذلت من تكتيك، مهما وصلت فرقتي للمرمى، الا ان الهجمه في الاخر لو ما انتهتش بهدف فكل ده ملوش لازمه. طب ايه علاقه ده بالنادي الاهلي او بماتش النهارده؟ طبعا مع فرق التشبيه، الا ان وجه المقارنه هنا اللي انا اقصده ان كولر عمل كل حاجه مع الاهلي، وصل الاهلي بكل الاشكال بكل تنويع اللعب، العب كرات عرضيه، العب كرات طوليه، العب استحواذ، وصل الاهلي لمنطقه ال 18 بكل الطرق الممكنه والغير ممكنه، حتى الكرات الثابته سواء ركنيات سواء فاولات، فكل ده كولر عمله، هي دي شغلته. طيب ليه الهجمه ما بتنتهيش؟ ده اللي خلى بعض الناس او اكتر الناس شايفه ان الاداء سيء، لان انا في رايي ان الاداء مش سيء. شوف انت النهارده وصلت المرمى وضيعت فرص محققه وفرص غير محققه، يعني كوره مثلا ممكن تيجي وممكن ما تجيش، ضيعت انت كام فرصه النهارده، وكان هجمه مش بس النهارده، في العموم في مباريات الاهلي اللي فاتت، ويمكن من اول الموسم او في حتى الموسم اللي فات، لان دي مشكله مستمره في النادي الاهلي، وهي حته الفينش. ان ما كانش اللعيب يبص الكوره بدماغه للاعيب تاني يلعبها بدماغه ويجيبها هو جون، مش هتيجي. هدف كهربا الماتش اللي فات اللي هو اصلا لعبه من بين رجلين الحارس، لعبها بشكل سيء بس جت هدف. ما عندكش لاعب اللي يخلص قدام الجون، ما عندكش المهاجم، ما عندكش عماد متعب فلافيو اللاعب اللي يقطم عافيه كده وياخد المدافع في كتفه ويلعب في البعيده يفنش وهو عاطي ظهره للجون، يعمل الكلام، ما فيش عندك اللاعب اللي يعمل ده. مش بس كهربا ولا مودست ولا حتى في رايي انا وسام ابو علي، ولكن ده كلام سابق لاوانه. ربنا يكرم وسام ونشوف الفتره اللي جايه. انا وسام بالنسبه لي لاعب بره 18 كويس جدا، في 18 انا لسه ما اقدرش احكم عليه، ممكن يطلع كويس، انا ما اقدرش احكم عليه، ولكن اللي انا اقصده هنا ان كولر عمل كل حاجه، وصل الفرقه بكل الاشكال الممكنه. الداخليه النهارده انت ماسكها فحت وردم، سواء قبل التعادل او بعد التعادل، كميه الهجمات والفرص اللي ضاعها النادي الاهلي لا تعد ولا تحصى، ومع ذلك ما عندكش زي ما قلنا اللاعب اللي يخلص، كل لاعب بيرمي. يعني انت عندك لاعب جوه الست يارده كهربا النهارده وبيضيع، طب ينزل مودست بيضيع، لو قفشه لو عبادر النهارده نزل برضه ضيع، فانت ما عندكش فكره ان اللاعب اللي خلص ماتش. طيب عجبني جدا النهارده برضو من ايجابيات كولر، برضو عجبني جدا ان كولر التغييرات بتاعته احدثت الفارق. النهارده نزل كوكا، النهارده كانت اجابه الشمال ميته، دفاعيا كان كريم فؤاد شايل دفاعيا، ولكن انت بتلعب الداخليه، فدفاعيا انت مستني ايه اصلا؟ يعني الدفاع النهارده كانت بتلعبك باثنين لعيبه بس، اللي هو ايهاب سمير وسيد عبد النعيم تقريبا، الاثنين دول مهاريين اللي كانوا بيطلعوا، اللي كانت الداخليه بتطلع عليهم، واللي جاب ضربه جزاء برضه عن طريق سيد عبد النعيم تقريبا، وكانت بتهور من لا مش هو، لا كانت بتهور النهارده من ياسر ابراهيم، مش رام ربيعه النهارده ما تهورش، ولكن بشكل عام كانت الجبهه الشمال ميته. انت ما عندكش اللاعب اللي برجل شمال اللي ممكن يرفع كوره، ممكن يعمل حاجه ما فيش. علي معلول اتصاب، وواضح جدا ان ما فيش ثقه في كريم الدبيس، اللي هو برده ما ينفعش بقى قاعد لمجرد ان هو عدد في القايمه، ما عندك لعيب مش محتاجه مشيه، لكن انا ما تعدليش لعيبه على الفاضي، انا محتاج اللاعب اللي انا احتاجه في ماتش زي كده، او علي معلول مش موجود لازم يبقى عندي اللاعب اللي يأدي ويسد. طيب ده يودينا برضو لحته احمد عبد القادر اللي نزل احدث الفارق. راجل انت عندك انفراد في الدقائق الاخيره من المباراه، و3 على 1 كان فيها انانيه شويه من احمد عبد القادر اللي كان عنده شيء من الحافز ان هو عايز يجيب هدف بنفسه، ولكن مش ده موضوعي. برضو خلينا اقول ان اهم احداث للفارق عمله كولر النهارده بنزول عمرو السوليه في مباراه زي كده. انت ما عندكش مشكله انك تجيب جول
بالعكس انت عندك استحاله انك هتجيب الجون، انفرادات محدش هيجيب. طب الحل فين؟ الحل في التسديد يا باشا. طب عندي امام عاشور بيسدد، ما الداخليه عارفه وماسكينه. طب عندي قفشه برضو بيسدد من بره كده والقضيه ممكن والكلام ده، بس برضو ممسوك مفيش حد. طيب انا مشكلتي كلها ان انا عايز اكبر قدر من اللعيبه اللي ممكن تسدد. نزل عمرو السوليه ببساطه، عمرو السوليه نزل هدف، انا قلت لك انا بعتبر الهدف علامه، انا حر يا اخي، انا زياط، انا بطبل. فاذا انت نزلت، انت استخدمت حل من الحلول. طيب هل كولر كده النهارده يعني ملاك نازل من السماء ما بيغلطش؟ لا، انا غلطه الوحيده اللي انا شايف كولر، او الملاحظه او النصيحه اللي احب اوجهها لكولر، وهو ان لازم يشتغل شويه على تدريب المهاجمين تدريبات فرديه. ما ينفعش كهربا يبقى متلهوج ويستلم الكره يبقى متصربع او عنده توتر او كده، ده معناه ان ما تتعرضش في التمرين لمواقف زي كده. لازم اللعيبه دي تتعرض لمواقف زي كده، زي بالظبط حراس المرمى مصطفى شوبير او الشناوي وغيره، هم بيبقوا حافظين الكره لما تتشاط، لا انا همستلمها الاول وبعد كده انزل على بطني ومش عارف ايه. فانت لازم تتعرض للكرات دي كمهاجم. طيب انا كولر مش هدرب بنفسي، ماشي يا باشا، هات مدرب هو اللي يدرب التدريبات دي، مفيش مشكله. انت جبت مدرب لياقه بدنيه مش عارف نظامه ايه، جبت طبيب نفسي، طيب هات مدرب مهاجمين ببساطه. فخلي اللعيبه تتعود على الفينش، تتمرن على الحاجات دي لازم بتمرين. يعني ما تستناش ان لعيب فرديا ان هو اللي يبقى كده من نفسه. انت ما عندكش محمود الخطيب، ما عندكش عماد متعب، ما عندكش لعيب اللي ممكن يبقى راجع من اصابه بقاله شهور وينزل ويلعب ويأدي ويجيب الجون، لا. انت عندك لعيبه متلهوجه، هات لعيبه تتعرض لمواقف زي كده، تستلم كوره تقف على الكوره. بس هي دي الملاحظه اللي بوجهها لكولر علشان المباريات اللي جايه اللي احنا محتاجين فيها ربع الفرصه نخلص منها. انت بتصارع بيراميدز وعندك كميه مباريات مؤجله والضغط كله عليك. ده كل اللي شفته النهارده، ربنا يوفق النادي الاهلي، واخيرا ربنا يا رب يرحم نرجس ونورهان ويرحم كل شهدائنا في فلسطين واهالينا في غزه وفلسطين. بس كده وشكرا.